ممارسة العادة السرية طبعا دي خطيئة وذنب، والدليل على ذلك الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني إيه العادون؟ المجاوزون للحد، اللي يمشي خلاف هذين الطريقين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، دول بقى اللي أباحهم الإسلام. وطبعا النهارده ما فيش ملك يمين وإنما فقط الزواج. طب اللي ليست لديه زوجة ما هو البديل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وعليه من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلم يبح النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أن يمارس مثل هذا العمل الذي لا يقره الإسلام، لأنه بعد كده قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ودي من حكمة الإسلام، ماشي مثلا فمن ابتغى اللواط ومن ابتغى العادة السرية ومن ابتغى لا لا لا، من ابتغى ذلك أي حاجة تخطر للإنسان على بال يستفرغ فيها شهوته بعيدا عن الزوجة أو ملك اليمين لما كان موجودا فأولئك هم العادون. لكن هل الإنسان الذي باشر هذا العمل وأراد أن يتوب الله سبحانه وتعالى يقبل توبته أم لا تقبل توبته؟ نقول إن التوبة جائزة من كل ذنب، بل هي واجبة على الإنسان إذا ما أذنب أن يتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة من هذا العمل أو مما سواه إذا توفرت فيها الشروط اللازمة: الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى، والعزم على ألا أعود إلى ذلك، وأرد الحقوق إلى أصحابها، التوبة جائزة ومقبولة إن شاء الله. وحتى لو تاب الإنسان من ذنب وهو صادق في توبته ثم ضحك عليه الشيطان فوقع في الفعل مرة ثانية، لا تلغي التوبة الثانية التوبة الأولى، إنما ارجع تاني وتوب إلى الله وأصلح حالك مع الله تبارك وتعالى، ولا تيأس ولا تستسلم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحا.